وصفات كتير بنحتاج لها الحليب المكثف المحلى. تعالوا بقى نعمله في البيت زي ما انتوا شايفين قوامه عامل ازاي، احسن من الجاهز مليون مرة، وطبعا اوفر بكتير. وهنعمله كمان في الخلاط. هنجيب الخلاط ونحط فيه كوباية من السكر البودر، كوباية كاملة، وبنفس الكوباية هنعاير كوباية من الحليب البودر، اي ماركة بتحبيها. وهنحط كمان نص كوباية من المية السخنة المغلية. هنحط كمان مكعب زبدة حوالي معلقة كبيرة. وهنشغل الخلاط على كده، هنسيب الخلاط شغال لغاية ما نتأكد ان السكر والحليب البودر تجانسوا تماما مع بعض في المية السخنة. هنزود بقى معلقة صغيرة من الفانيليا علشان نزود ريحته وجمالها. شايفين ده قوامه كده لما بيكون لسه سخن وهو لسه في الخلاط، انا بصبه هو لسه سخن لانه المية اللي حطيناها فيه كانت مية سخنة مغلية. اما يبات ليلة بس في التلاجة، عايزة اوريكم قوامه بيبقى عامل ازاي. هو هيفضل كده معاكي على طول. شايفة قوامه تحفة ازاي، تقدري تستخدميه في كل انواع الحلويات، وداخل عليه نصيف هنستخدمه كتير جدا.